طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن حاجة اسمها الواك أو الويتد افريج كوست اوف كابيتال. الويتد افريج اوف كوست اوف كابيتال دي احنا هنقول يا باشا إن أنت ربنا فتحها عليك وعلينا ورحت اشتغلت يا باشا في شركة مالتي ناشونال، والناس دي يا باشا بتقولك اللي احنا عايزين نصدر أسهم أو سندات أو بونز أو نقول مثلا ستوكس، سواء بقى بريفير ستوكس أو كومن ستوكس، وعايزك تعمل لنا توليفة كده بالصلاة على النبي إنها تجيب لنا مثلا 14%. 14% أنهي بقى؟ إيه بقى عيوب البوندز؟ عيوب الكابيتال، بريفير ستوك، كومن ستوك. المهم أنت تعمل لنا التوليفة الصح اللي تجيب لنا 14%. طيب إحنا عندنا البالانس شيت أهي زي ما أنت شايف، مش عامل فيها حاجة، مرضتش أحط فيها بصراحة ولا إيكوتي ولا كومن ستوك، خليتها بالانس شيت عادية وهي مساوية هنا كده تحت. طيب في طريقة أولانية، هما في طريقتين، في حاجة اسمها التوزيعات وفي حاجة اسمها 50/50. إيه 50/50 وإيه التوزيعات وإيه 4/4/2؟ كل حاجة دي هنتكلم عنها إن شاء الله يعني. تمام. أول حاجة هنا بيقولك في الكوست أوف كابيتال دي هو ما بيفترضش زي ما أنت شايف هنا، والناس اللي بتدرس ما بيفترضش إن في حاجة اسمها بريفير ستوك. هما حاجتين، يا حاجة اسمها يا إما بتصدر بونز أو بونز اللي هي سندات، أو equity اللي هو مثلًا سواء اللي هي common stocks في الحالة بتاعتنا. طبعًا ما رضيناش برضه نحط الretained earning في الاعتبار عشان نسهّل الدنيا شوية. طيب أوكي، الشركة عايزة كام؟ بتقول لي والله يا باشا بُص يا حماسة إحنا عايزين 10.000.000 جنيه تمويل، برضه مش عايزين نكبّر الأرقام أكتر من كده. 10.000.000 تمويل، وعندنا الtax rate اللي هو الincome tax rate في البلد دي بيقول لك بندفع 40%. تمام، تمام. طيب هي توزيعة 50/50، باقول والله هناخد الcost of debit 50 والequity 50. طيب أنا عايز أحسب ال50% دي هادفع كام؟ بيقول لك الcost of debit لو أنت started الbonds دي هتدفع كل سنة 15%. 15% دي عائد على السنة ديّة. واللي أنت أصدرت equity والله أنت هتعمل توزيعات كده عشان تشيّص المساهمين بتوعك 5% dividends كل سنة. قشطة، قشطة. طيب أنا النهارده جاي بيقول لك إيه، أنا دلوقتي عايز أحسب الcost of debit. أنا هاعمل كده باقول له والله آدي إيه، أنا عايز 10.000.000، ال10.000.000 دي في كام؟ هنقول كده أهو أفتح قوس أقول له 10.000.000، ال10.000.000 دي هاخد منهم 50%. ال50% دول هاقسمها على ال10.000.000 لأنها هي نفس ال50%، بس تعالَ نفتحها في قوسين عشان ما تطلعش في المعادلة. افتحها في قوسين نضربها في المعادلات. طيب لما انا هقسمها على البتاع الكوست اوف ديبت بتاعتي هضربها في كام؟ بيقول لك والله الراجل هياخد مني 15%، هي دي. طيب هياخد 15% بس؟ لا، ال 15% دي تاكسبل، ودي من ميزة البونز إن أنت الأرقام بتاعتك تاكسبل، يعني تقدر تخضعها ضريبة. فأنا هشيل منه وأقول واحد ناقص ال40% اللي هي بتاعة التاكسبل وأقفل القوس. تمام كده؟ تمام كده. طيب خلاص. طيب الناحية التانية قال لك والله ده برضه 50%. إيه ال50% اللي هم ال10.000.000 أهو. 10.000.000 بتضربهم في 50% وتقسم وتقسمها على ال10.000.000 بتاعتك عادي، وتضربها أنت هتدفع كام dividend كل سنة؟ 5%. يبقى التوتال بتاعك كام؟ عندك هنا ال5% زائد ال3%، أو طبعًا دي fractions زي ما أنت شايف، فهيطلع لك المفروض كام؟ 7% زي ما أنت شايف. ده معناه إيه الcost of capital بتاعتك؟ الcost of capital بتاعتك إن أنت 7% طالما الWACC أو الراجل اللي هو الrequired rate of return أكبر من الكوست اوف كابيتال بتاعك، دوس يا باشا الكاش فلو جنريشن بتاعك هيكون بوزيتيف. لو اقل او عدى ال 14 كل سنه طيب المشروع ده كده يبقى فاشل، او الحسبه بتاعتك دي هتلبسك. تمام. طبعا هنا بتقول هنا ديبت الكاش 50 البونز 50. طبعا انا فاهم ان في قيمه اسميه والكلام ده، بس خلينا نستسهل. انت بتاخد الكاش 50/50. الفيس فاليو بتاعتك بتصدرها، بيقول لك مثلا البونز ب 1000، بتقسم ال 50,000 على 1000 هتطلع لك القيمه. الماركت فاليو انت والله هتاخده ب1000، بس انت مش هتدفع 1000، انت هتدفع 1015، فهتطلع معاك بأوفر 250,000 جنيه. طب 250,000 جنيه دول هم كلهم تاكسبل؟ لأ، لأن أنت عندك في اكسبنسز ال40% بتاعتها دي هتضرب ال250% هيطلع لك كام؟ هتضرب 250 في 40 هتطلع لك في 100، فأنت عملت سيفنج بكام؟ ب150. نفس الكلام بيقول لك والله هصدر الستوكس نفسه ب100 جنيه. طب لو أنت قسمت ال5 مليون على ال100 هتلاقي نفسك إن أنت لازم تصدر 50,000 سهم. طب أنت هتدفع ديفيدنز كام؟ هتدفع 105. فأنت ال105 ناقص ال100 تضربهم في ال50 هيطلع لك 250.
فأنت عندك هنا هتبقى كوست جاي عليك آخر السنة 350. أنت يعني الكارد أو الفلوس اللي أنت بتاخدها من المساهمين، هتلاقي البوندز زائد الكومن ستوكس هتلاقي 350. طب انت بتعمل كاش سيفنج كام؟ انت واخد 10 مليون، فانت عامل هنا 9 مليون 650. احنا بنتكلم في السنه، طبعا ده تراكمي. بالتراكمي بيبقى على ان انت مش بتدفع في سنه، انت مثلا بتاخد البونز ده الماتيورتي ديتس بتاعته 10 سنين، وبيبقى فيه ديفيدند وفيه سيمي انوال. فاحنا للتفصيل مش عايزين نخش في التعقيدات دي، فاحنا بنقول الفكره يعني. طب دي كده نسبتها بتساوي كام؟ لو انت عملت كده وقلت له البرسنتج، لو قسمت ده على ده، فبتلاقي اللي انت بتقص من الارباح بتاعتك 4%. طيب دي طريقه الايه ال 50 50، ويستحسن ما تستخدمهاش لانها مش اكيوريت قوي. طيب نخش بقى لحاجة تانية اسمها السيناريو اناليسيس، او ان انت بقى هتدي تقديرات كده، هتقول ايه، هعمل كام كوليكشن كده واشوف ايه الدنيا هتطلع ايه. طيب لو انت بصيت هنا هتلاقي في السيناريوهات بتقول لك والله ممكن تاخد 5% ديت، 15 بريفير ستوك، 80 كومن ستوك، نفس الكلام ديبت 40 30. توزيعات كده عبيطة احنا عاملينها، اهم حاجة ان لازم كلها تساوي فيها 100%، ما ينفعش تبقى ازيد، ما ينفعش تبقى اقل، لازم كلها تساوي 100%. طيب هنا بنقول الديبت بتاعنا انا هصدر كام. يعني انا النهارده هاخد 10 مليون، ال 10 مليون دول هصدر فيهم كام؟ لو انا عملت كده، انا برضه انا مش عايز اقعد اكتب معادلات بصراحه، فانا بقول هنا ال 10 مليون اهو بضربهم في الكام، في النسبه بتاعتي. فانا والله هنا بيقول لك هيطلع 5 مليون ديبت، مليون ونص بريفير ستوك، نفس الكلام الناحيه التانيه. لو انت شايف كده المعادلات ماشيه ازاي. تمام. تمام. نشيل الأرض. طب لو أنا أصدرت الكلام ده هيطلع لي بكام كسيناريو؟ لو أنت بصيت كده وجيت عند المعادلة دي وقلت له، هيقول لك والله أنت بتصدر 500,000 والسهم الواحد ب1000 جنيه، فأنت هتصدر كام؟ 500 بوند. الناحية التانية هنا والله أنت عندك البريفير ستوك الواحد واقف عليك ب100 جنيه وبتصدر 1000 ونص، فأنت عندك إيه؟ لا هو فين ده، انا اسف. خلينا نشيل كده. هيقول لك قسمة المليون ونص على المية هيطلع لك مليون ونص، فانت شايف التوزيعات بتاعتها ماشية ازاي. تعالى هنا بس هشتغل معادلات شوية، تعالى نمسح دول واقول لك بتتحسب ازاي. اول حاجة الديبت، كوست اوف ديبت. انا النهارده الكوست اوف ديبت، عشان مشكلتي بنسى، فخلينا نبص كده. طيب كوست اوف ديبت، الكوست اوف ديبت ده بنقول والله اهو، خلينا ناخد بس معادلة واحدة. بقول والله ادي الكوست اوف ديبت بتاعتي طالعه بدفع كام؟ 11.40. تمام، ثبتها. هضرب ال 11.40 دي في كام؟ في، افتح قوس واحد، طبعا الديبت تاكسبل، فانا لازم انقص التاكسبل الوعاء بتاعه واثبت دي. تمام. واضربه في كام؟ واضربه في الكوست اوف كابيتال، الويتد افريج كوست اوف كابيتال بتاعي هنا. فانا عملت كده وشديت المعادله، اقول له يس. تمام. هي طلعت لك صفر، هي مش صفر بس هي بالتقريب بتاعتها صفر. خلاص. طلع لي كده ان النسبه هنا صفر، 3%، 1%. دي الكوست اوف كابيتال بعد الويتد افريج اللي انا عملته، هتطلع لي الكوست بتاعته كام. طيب نفس الكلام من الناحيه التانيه، البريفير ستوك. ايه البريفير ستوك؟ عباره عن حاصل ضرب ايه؟ لو انا ضربت هنا بريفير ستوك انا هدي ديفيدند 11 ونص. طب الكوست في التوزيعه بتاعته ككوست كام؟ 15. تمام، فبضرب ده في ده فبيطلع لي كام؟ الكوست اوف كابيتال 2%. نفس الكلام الناحيه التانيه، في السيناريو التاني بضرب 11 ونص في 30 فبيطلع لي 3%. نفس الكلام في التالت زي ما انت شايف كده. طب الكوست اوف كابيتال اللي هي بتاع، بيقول لك والله انا هدي بقى ده كان بريفير ستوك، كان انا هدي للكومن ستوك 16%. لو انا جيت حسبتها كده، او خلينا نشيل دي برضو، الكومن ستوك عباره عن 16% في ال 80% بتاعت السيناريو بتاعنا. طب الناحيه التانيه هتلاقي 16% بتضربها في ال 30 ونفس الكلام ايه. بتيجي تجمع الكلام ده كله فبيطلع لك والله هنا 15، هنا 11، هنا 14. لو تفتكر القاعده اللي احنا لسه قايلينها، ان اي حاجه فوق الريكوايرد ريتيرن ده ما تنفعش، ما تقبلوش. اقل حاجه منها تمام، لان ده الكوست. انت عندك الكوست واقف عليك ب 15 والناس طالبه 14، يعني انت التكلفه بتاعتك اعلى من المفروض جنريشن كاش فلو، فده شكرا دي مضروبه بالنار، فانت الحسبه دي هتلغيها. وهنا 11% اقل فدي اكسبتبل، 14% فدي اكسبتبل. طبعا انت ممكن تيجي تحنك هنا وتقول له مثلا، هنا تعمل له فورمات الحركه اللي هي بالاخضر دي. تمام. بتيجي هنا تقول له هنا نيو رول، وتقول له هنا مثلا between، وتقول له هنا valid هنا equal to، وتقول له مثلا ايه yes، وتقول له الفورمات بتاعتك جرين. خلينا حتى لو انا بلون مختلف قول له كده، فهتتلاقي بتتلون كده. فبحيث لو انت عندك سيناريوهات كتيره، فانت عشان متتعبش نفسك وتشوف ايه
حاجة كده ملهاش لازمة يعني، ما علينا. فالمهم نيجي هنا. طيب خلاص احنا كده عملنا الرانكينج بتاعتنا وشفنا. طب الكوست اوف كابيتال انا عايز اشوفه فاليو اماونت. طب الفاليو اماونت عبارة عن ايه؟ والله انا باجي هنا اقول له اضرب لي يا باشا ال 5 مليون ال 500 الف اللي هي الايشوزنج بتاعتها ككوستنج، تضربها في البرسنتج بتاعتها هتطلع لك الفاليو وتشد معادلتك عادي بالعرض كده. انت زي ما انت شايف كده هتلاقي في حتة لما جه قال لك يس، فانت عندك الكوست اوف كابيتال بتاعتك كام؟ 356. تمام. ولما طلعت 14% هي 836. شوف الرقم بيعلى ازاي. طب لو هو بقى 15% مليون، ايه ده؟ طب ما انا طالب 10 مليون، ايه المشكلة؟ لا، ما عشان دي في السنة. لكن انت في الكوست اوف كابيتال في السنة بتاعتك هتبقى واقفة مليون و50. تخيل بقى لو سنتين 3 10، طبعا الرقم ده هيعدي. ففي الاخر هتلاقي جنريت كاش فلو رينج. طب عايز اعمل لهم كده ترتيب، اعمل لهم رانكينج. اعمل كده معادله اسمها رانك، واقول له الرانك ده حط لي النمبر ده وحطه لي، اعمل لي الترتيب بتاعه بناء على المعادلات دي او التوتال ده، واعمله لي خليها ديسندنج كده ونشوف الكلام ايه. ديسندنج لا، خليها اسندنج، يعني خلي دي بدل الصفر وخليها واحد. واعمل ايه كده. بص هتلاقي ترتيبهم هيقول لك اقل حاجه اللي هي دي، تمام، واعلى حاجه هو ده. فهمت قصدي؟ واللي بتوين بتاع لو انت جيت عملت كده معادله وقلت لي ده ناقص ده، هتلاقي السيفنج بتاعه بتوفر عن السيناريو اللي على اليمين 479، والناحيه التانيه هتلاقي ان انت بتوفر حوالي 694. طيب حاجه تانيه. طب انا دلوقتي عايز اشوف، خلاص عملت، عايز بقى اللي انا ايه طب ما تيجي نجرب كده نقول بدل الخمسة في المية الحاجات اللي هي الوحشة دي. فلو قلنا طب لو خدنا مثلا 15%، ودي خليناها مثلا 70، بحيث انها تقفل 100%. بص قلبت ايه؟ قلبت يس. ليه؟ قلبت يس عشان خاطر ايه؟ انت السيناريو بتاعك ده لو انت عملته فهو هينجح. طب لو قللنا دي مثلا 50 وخلينا دي 30 وخلينا دي 20 ودي 5، تمام، ما هي كده انا دي 15 20 بقت كام؟ بقت يس. فاهم الفكرة؟ فأنت هنا بتقدر تلعب في السيناريوهات، يعني خلي دي 30 مثلا، دي 120 ودي 50 مثلا، أي توزيعات بقى زي ما أنت شايف 12. فأنت بص هنا حتى لو التلاتة اتقبلوا، يعني أنت هنا عملت التوزيع فالتلاتة اتقبلوا، بس برضه هتلاقي إن الرينك الأقل بتاعهم مين؟ اللي هو في النص، اللي هو ال 11% والجزء. وهنا طبعا بتشوف السيفنج بتاعك كام. فأنت تعمل سيناريوهات كتيرة كده وتشوف إيه الحاجات اللي تناسبك، وإن شاء الله تظهر أزلم. ولو شفت حاجة يعني يبقى شوفنا بحاجة كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو في أسئلة يعني يا ريت محدش يرد. شكرا.